وبعدين بقى في اللي اسمها كوثر دي، هي هتفضل تعاند كده وتسيب الغسيل بتاعها ينقط على الغسيل بتاعي؟ ما ينفعش كده. يا حنين، حنين. نعم يا ماما. اطلعي يا حبيبتي لمرات عمك الرخمه وقولي لها يا ريت تركزي شويه مع الغسيل اللي انت سايباه ينقط علينا ميه. يا ترى انت بترخمي ولا انت اللي مش مركزه ومش واخده بالك؟ دي ما بتعملش حاجه طول اليوم غير ان هي واقفه قدام المرايه. وقولي لها بطلي تفضلي واقفه قدام المرايه تحطي ميك اب وتسرحي في شعرك. يا ريت تاخدي بالك من غسيلك اللي مزهقنا. لا يا ماما، عيب قوي اقول لها كده، الكلام ده هيعمل مشكله ما بينكم، ده انتوا لسه متصالحين الاسبوع اللي فات. انت هتجننيني؟ انا اول مره اشوف واحده بتحب مرات عمها اكتر من مامتها. اتفضلي اطلعي وقولي لها اللي بقولك عليه. اطلع انا يا ماما واقول لها كل الكلام ده؟ انا مش بيهمني منها، ده انا ممكن ازعق لها كمان. ايوه اطلعي انت يا نادين، قولي لها كل الكلام ده وما تتكسفيش. انت اللي بتسمعي كلامي، اطلعي. ارجوكم بلاش كده، نادين هتطلعي تعملي مشاكل. انا هطلع انا وهقول لها اللي انت عايزاه يا ماما. ايوه وما تخافيش منها. حاضر يا ماما. انا هطلع يا ماما اسمعها هتقول نفس الكلام اللي انت قلتيه لها ولا لا. ماشي يا نادين اطلعي. اصحابي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بقى عايزه اشوف جيش كوكي هيعمل كام لايك، وهتوصلوا الفيديو ده ل2000 لايك ولا لا. بحبكم من كل قلبي. يلا اللي مش مشترك يشترك في القناه واكتبوا لي كومنت حلو، قولوا لي رايكم. وطبعا عشان احنا في رمضان بنزل الفيديو متاخر، قولوا لي بقى الميعاد ده مناسب ليكم ولا لا. يلا بقى اسيبكم تكملوا الفيديو، بس دلوقتي اعملوا لايك. ازيك يا طنط كوثر؟ ماما بتقول لحضرتك ممكن الغسيل بتاعك تاخدي بالك منه بس، وتبقي تعصريه كويس في الغسالة، اصل بينقط علينا. على فكرة يا طنط حنين كذابة، ماما ما قالتش كده. بلاش تجملي الكلام اللي ماما قالته يا حنين. عارفة يا حبيبتي ان اكيد ماما ما قالتش كده، اكيد فضلت تشتم فيا. انت اللي بتجملي الكلام عشان انت عسولة وسكر يا حنين. صح يا طنط، ماما قالت يا ريت تبطلي تقفي قدام المراية تحطي ميك اب واحمر وابيض واخضر وتسرحي في شعرك طول النهار، ركزي في بيتك. هو ده الكلام اللي ماما قالته. سلام يا طنط. بقى كده يا بنت ميرفت. ارجوكي ما تزعليش يا طنط كوثر، اصل انت عارفه ان ماما بتتعصب وما بتاخدش بالها بتقول ايه، وكمان نادين اختي متدلعه شويه. متدلعه؟ متدلعه مين؟ ده لسانها طويل زي مامتها بالظبط. لو سمحتي يا طنط يا ريت بقى تبطلوا المشاكل دي. خلاص يا حنين عشانك انت بس، انت عارفه انك حبيبتي. قولي لي بقى هاجر فين؟ هاجر جوه في الاوضه، ادخلي اقعدي معاها. ازيك يا هاجر؟ اهلا حنين. بقى كده تتفقي معايا ان احنا نسهر مع بعض امبارح وتنامي وتسيبيني؟ ما انا كنت هنزل اسهر معاكي امبارح، بس ماما قالت لي بلاش تنزلي عند ميرفت. ميرفت دي عدوتي بتكرهني، لحد بقى ما دخلت اوضتي وزهقت وفضلت قاعده لوحدي. مش عارفه هما هيفضلوا كده لحد امتى، كل شويه يتخانقوا ويزهقونا. ده احنا كلنا عايشين في بيت عيله مع بعض، المفروض نبقى كويسين. انا برضو مش عارفه، كل ما احاول اصلح ما بينهم الدنيا تخرب اكتر. طيب تعالي بقى نطلع نقف في البلكونه شويه. يا خبر، طنط كوثر نزلت عند ماما، هنسمع الخناق دلوقتي، الصوت هيعلى وهتبقى خناقه كبيره. في ايه بقى يا ميرفت؟ هو انت برضو مفيش فايده فيكي؟ مش احنا اتصالحنا الاسبوع اللي فات؟ مالك بقى ومال مكياجي ولبسي؟ انا قلت حاجه؟ انا ما قلتش حاجه يا حبيبتي. اعملي ميك اب والبسي براحتك، ده انا حتى بقول عليكي شبه الممثلات اللي في التلفزيون. طيب بعت بنتك ليه تقولي كلام ملوش لازمه؟ انتي هتصدقي الكلام برضو؟ ما انتي عارفه البنات صغيرين، حد يصدق كلام العيال الصغيره برضو؟ بقولك ايه يا كوثر، ابقي اديني يا حبيبتي روج حلو من اللي عندك، اصل انتي عارفه ماليش في الكلام ده وما بشتريش الحاجات دي. ماشي يا ميرفت، هديكي واحد، بس يا ريت بقى ما توجعيش دماغي وترخمي عليا بالكلام، هو فاهمه؟ ويا ريت بقى تقصري لسان بنتك شويه، نادين دي لسانها طويل. الحمد لله ماما امتصت الموقف وما تخنقوش، دي كانت هتبقى خناقه كبيره. حرام عليكم انتوا يا مراتات ولادي، هو انا مقعدكم في البيت عندي عشان تسرقوني ولا عشان تخدموني وتبقوا جنبي؟ ايه ده؟ هي حماتي بتزعق ليه؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ تعالي يا كوثر ننزل نشوفها.
مالك يا طنط بتزعقي كده ليه؟ مين يا اختي اللي سرقك؟ ايه اللي اتسرق من عندك؟ قولي. اهلا اهلا بالعقارب. امال فين يا اختي العقربه التالتة؟ هي اللي سرقتني مفيش غيرها. يو بقى يا طنط، ايه اللي زعلك بس قوليلنا. يا رب اللي يزعلك يتشك في قلبه شكه توجعه قوي قوي. بنت انتي، انا ما بحبش الدلع بتاعك ده. وايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ احمر واصفر واخضر. هو انتي ما وراكيش حاجه غير طول النهار واقفه في المرايه تتزوقي؟ ما هو طبيعي يا طنط اقف قدام المرايه واتمكيج واسرح شعري، امال هعمل ايه يعني طول اليوم؟ انا كده احب افضل حلوه على طول. انا زعلانه منك يا طنط ومخصماكي خالص خالص. صبرني يا رب. المرارة عندي مش مستحملة، هيجرى لها حاجة. دي حماتي هتطق من اللي بتسمعه. قولي لي يا طنط، ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتسرق منك بالظبط؟ ومين اللي سرقك؟ في ايه يا طنط؟ مالك؟ قاعدة بتزعقي وصوتك جايب لآخر الدنيا. هو ايه اللي حصل؟ انا سمعت كده ان حد سرقك. مين اللي سرقك؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. اهلا اهلا بحرامية البيت. تعالي يا اختي وانا اعرفك مين اللي سرقني. انا عاملة بطاية وسايباها في المطبخ. ارجع بعد شوية هلاقي البطاية بورك واحد. ليه؟ التاني راح فين؟ طيب ما تدوري عليه يا حماتي، جايز مشي كده ولا كده. انت عايزة تجننيني؟ ما تخلينيش ادعي عليكي دعوة تخلصي فيها. وانت يا اختي مش ناقصة. هو في ايه بس يا حماتي؟ هو اي حاجة تتسرق من هنا يبقى انا؟ وعلى العموم بقى، انا اللي اكلت ورك البط. حصل ايه يعني؟ الدنيا اتقلبت ولا اتقلبت؟ ما انا نفسي فيها. ابنك البخيل هو اللي مش راضي يجيب لي حاجة وحارمني من كل حاجة. وكمان بتعترف ان انت اللي فعلا اكلتي ورك البطاية؟ سرقتيها يا حرامية. ده انا هتصل بالشرطة يجوا يقبضوا عليكي ويدوك السجن المشدد. ازاي تسرقي ورك البطاية؟ استهدي بالله بس يا حماتي، ما تكبريش الموضوع بقى. المشكلة دي كلها عشان ورك بطة وهتكلم الشرطة والبوليس؟ لا الموضوع كبير قوي. خلاص بقى يا حماتي. انا حظي كده مراتات ولادي عاملين لي مشاكل. انا اتبليت بيكم. يلا امشي من وشي يا سماح دلوقتي. واحدة فيهم كل شوية واقفة قدام المراية ما وراهاش اي شغلانة، والتانية حرامية، والتالتة نكدية وضربة بوز طول اليوم. يلا اطلعوا من وشي، مش عايزة اشوفكوا دلوقتي. بقى كده يا طنط؟ الله يسامحك. انا نكدية وضربة بوز؟ ده انا اللي طلع عيني في غسيل السجاد بتاعك امبارح. وانا يا طنط مش عايزاني اخد بالي من نفسي واهتم بشكلي؟ الله يسامحك، انا مخصماكي 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 3 مخصماكي. لا اله الا الله، صبرني يا رب. البت دي هتخليني يغمى عليا. يلا اطلعوا، انتوا لسه واقفين ليه؟ امشوا، مش عايزه اشوف وشكم. بقول لك ايه يا طنط، ما تدخلي تجيبي لي كيس مكرونه من عندك عشان اعمل اكل النهارده واكل انا وشروق. طبعا، ويسيب لك فلوس ليه؟ ما انت ايدك طويله وبتسرقي، اكيد هيخاف منك. يلا اتفضلي اطلعي. بقول لك ايه يا كوثر، ممكن اجيلك النهارده تمكيجيني عشان عندي فرح بنت خالتي وعايزه ابقى اموره وحلوه زيك. اموره وحلوه زيك؟ ده عامله زي علبه الالوان المتحركه. انا علبة الوان متحركة؟ يا ميرفت احترمي نفسك بقى. ما انت كنتي عايزاني اديكي روج عشان يبقى شكلك حلو، بدل ما انت كده ضاربه بوز طول اليوم. اصل انا بقى ماليش في الكلام الفاضي ده. انا جمالي كده جمال طبيعي. سيبك منها يا كوثر، دي بتكرهك وبتكرهني. تعالي يلا نطلع فوق عندك عشان تمكيجيني، عايزه اطلع حلوه زيك كده. من عيوني يا حبيبتي، يلا بينا. ده انا هخليكي اموره احلى من العروسه كمان. ماشي ماشي، يلا. الحمد لله الازمه عدت على خير. تعالي بقى ننادي لشروق ونطلع نقعد كلنا فوق على السطوح. لا، تعالوا نقعد في الجنينه احسن. ماشي. اهدي بقى يا شروق وبطلي عياط. اهدى ازاي يعني بعد الكلام اللي سمعته ده؟ ينفع اللي حصل ده؟ ما انتي عارفه يا شروق ان مامتك يعني بتسرق اي حاجه. انا زعلانه قوي. هي ليه ماما مش عايزه تبطل سرقه؟ دي ممكن تتسجن لو اتسرق، لو سرقت حد غريب او سرقت حاجه كبيره. هما عشان عارفينها ومركزين معاها بياخدوا بالهم. ما تزعليش نفسك بقى يا شروق، ادعيلها ان ربنا يهديها. حنين، شروق، هاجر، تيتا سوريا، عايزاكم تيجوا عشان تتغدوا من البطايه اللي طنط سماح سرقت منها حته. عارفه يا شروق، انا لو مكانك اخلي عندي دم وما اكلش منها حاجه بدل اللي مامتك خدته. نادين، بطلي الاسلوب ده، عيب كده.
بدل ما هشتكيكي لبابا. ما تاخديش على كلامها يا شروق وما تزعليش. ما انتوا سامعين بتقول ايه؟ انا متضايقه قوي. خلاص يا شروق ما تزعليش. تعالوا طيب نروح نشوف تيتا عايزه ايه. يلا تعالي يا شروق. احنا جينا اهو يا تيتا. تعالوا بقى يا بنات يا أمارات عشان تاكلوا معايا البطاية والمحشي اللي أنا عاملاه. أنا بحب أقعد آكل معاكم أكلة حلوة، انتوا اللي مهونين عليا الدنيا دي. تعالوا يلا اقعدوا على السفرة. يا سلام يا تيتا، ريحة المحشي تجنن أصلا. من غير ما تقولي أنا أول واحدة هقعد على السفرة. استني يا حنين بدل ما تخلصي المحشي. أحلى حاجة عملتيها يا تيتا عشان آكل معاكي. ماما كده كده رايحة الفرح وأنا مش هروح معاها. طب يلا يا بنتي يا شروق اقعدي على السفرة انت كمان، دول هيخلصوا الأكل لوحدهم. تعالي. استنوا هتاكلوا وتسيبوني؟ تسلم ايدك يا تيتا، طعمه تحفة قوي. أنا هخلص طبقي واخد تاني. ده انت مالية الطبق بتاعك على الآخر، لسه هتاكلي تاني؟ وماله، كلوا براحتكم يا بنات. أنا متأكدة إن حاطة قلم الروج هنا. اطلعي بقلم الروج يا حبيبتي، ده من النوع الغالي النظيف ب150 جنيه. وبعدين بقى يا كوثر، قصدك ان انا سرقته؟ بقى انا جايلك عشان تمكيجيني تقولي عليا حراميه؟ فتشيني ومش هتلاقي حاجه. طبعا هفتشك، هو انت فاكراني هتكسف اما تقولي لي كده؟ لا انا زعلانه منك، دي اهانه وانا ما اقبلش بيها. استني هنا، رايحه فين؟ الله، ايه ده القلم وقع منك وانت ماشيه اهو. ايه ده يا خبر، ده كان واقع تحت رجلي وانا ما خدتش بالي. شفت بقى يا كوثر يا اختي ظلماني ازاي؟ يلا بقى مكيجيني. ولا همكيجك ولا هعملك حاجه. جايه تسرقيني؟ اطلعي بره الشقه يا سماح، بدل ما ابص الاقي الشقه كلها مسروقه. اهو انت كده ظالمه ومفتريه. خلاص يا اختي مش عايزه منك حاجه. هي مش عايزه تبطل ولا ايه؟ ده لسه حماتي سوريا مزعقلها عشان ورك البطه. وبعدين بقى في اللي بيحصل ده، شكلك كبرت كده يا سماح وما بقيتيش تعرفي تخبي الحاجه. بقوا يقفشوكي، حماتك قفشتك وكمان كوثر قفشت قلم الروج، ده كان شكله حلو قوي. فين ايام لما كنت بتاخدي الحاجه وتخبيها ومحدش يعرف يطلعها ابدا؟ حسن يا حسن. عايزه ايه يا سماح؟ عايزه 1000 جنيه. انت عارف فرح بنت خالتي النهارده ولازم ابارك لها وانقطها. مفيش فلوس يا سماح، وابعدي عني بقى، ده انت لحد دلوقتي واخده مني مبلغ كبير، ده انا اللي المفروض اخد منك مش انا اللي اديكي. ايه ده بقى، قصدك ان حراميه؟ هو انتوا كلكم متفقين عليا ولا ايه؟ لا مش حراميه ولا حاجه، ايدك بس هي اللي طويله، وارجوكي بقى ابوس ايدك الطويله دي وانت رايحه هناك، بلاش تمدي ايدك على حاجه بدل ما يمسكوكي يضربوكي. برضه بتقول عليا حراميه؟ ما يصحش كده يا حسن ابدا، ده انا المكان اللي ادخله ازوده مش اسرق منه. انت هتقولي لي طبعا عارف تزوديه، انا اللي عارف كل حاجه. على العموم مش عايزه منك حاجه، انا هتصرف. لا خلاص، هتصرف ايه؟ هديكي هتصرف دي يعني هتعملي لنا فضايح. والله برافو عليكي يا حنين، مجموع يشرف. انت دلوقتي تقدري تدخلي كليه الطب او الصيدله. ادخلي كليه الطب يا حبيبتي، عايزك تبقي دكتوره. ايوه يا علي، وتبقى بنتنا الدكتوره احسن برضه عشان كوثر وسماح يبقوا متغاظين. يا ماما طنط كوثر وطنط سماح بيحبوني وفرحانين جدا عشاني، يبقى ليه بقى نقول كده؟ فرحانين ايه؟ انا اللي عارفاهم، دول عاملين نفسهم فرحانين بس عشان ما يبقاش شكلهم وحش. نفسي اعرف المشاكل اللي بينكم دي هتخلص امتى؟ هو في مشاكل بتخلص بين السلايف؟ لا يا ماما بتخلص، بس لو كل حد خلى نفسه في حاله وما بيتدخلش في حياة التاني. سمع بنتك العاقله بتقول ايه؟ ما هم اللي بيبداوا بالمشاكل وبيزهقوني ويضايقوني. ما هو يا ماما المفروض ما تعمليش زيهم، لو حد فيهم غلطان يبقى تنصحيه. ماشي هسمع كلامك يا حنين، اما اشوف بس يا رب يعقلوا الاتنين، واحده تبطل سرقه والتانيه تبطل المرايه اللي مش عايزه تسيبها دي. بصراحة عندك حق، طنط كوثر مش بتسيب المراية أبدا، ده الأكل بيتحرق دايما بسبب إن هي يا بتسرح شعرها يا بتحط ميك اب. انت لسه يا ماما واقفة قدام المراية؟ واسيب المراية ليه؟ أنا لازم أفضل كده أحلى واحدة في البيت كله، مش في البيت وبس، في الدنيا كلها. يا ماما أنا نسيت شكلك الحقيقي من كتر اللي بتعمليه. ما هو ده يا بنتي شكلي الحقيقي، هو انت فاكرة ايه؟ ده جمال رباني، يعني عشان شوية الميك اب اللي بحطهم ده دلع بس، لكن أنا جميلة من غير حاجة. طبعا يا ماما عارفة. على العموم أنا كنت عايزة أقولك على حاجة، هاتي فلوس بقى عشان عايزة اشتري هدية لحنين عشان نجحت وجابت مجموع كبير.
عقبالك زيها وتجيب انت كمان مجموع كبير. البت حنين دي عشان لسانها حلو وكلامها جميل انا بحبها، لكن لو عليا مش عايزاك تجيبي هدية ليها عشان خاطر مامتها العقربة دي. يا ماما يا ماما، طنط ميرفت طيبة وفي حالها، انتوا اللي بتستفزوها. ايوه يا اختي دافع عنها دافعي، ما انت عشان بتحبي حنين بنت عمك عايزة تبقي في صف مامتها. يا ماما هي حرب، ده انتوا في بيت واحد، اقرب ناس لبعض. اقرب ناس لبعض مين؟ طب دي سماح لو ما خدتش بالي منها هتسرقني كل يوم، وميرفت بتتريق عليا وعلى شكلي مش عاجبها، وقال ايه بتقول اني مش مهتمية بالبيت ولا واخدة بالي من اي حاجة، عشان اقف قدام المراية اسرح. ايه ده يا ماما؟ انا شامة ريحة شياط. هو انت سايبة حاجة على البوتاجاز؟ ايه ده يا خبر، الاكل اللي في الفرن اتحرق. طيب ما هي طنط ميرفت كده عندها حق، بتحرقي الاكل عشان واقفة قدام المراية، يعني ما ظلمتكيش. يا خبر ابيض، دي اللحمة ما بقتش لحمة، دي بقت فحمة. يعني كده ما بقاش فيه غدا، انزل بقى اتغدى عند طنط ميرفت احسن. بنت انت اتجننتي، عايزة تفضحيني؟ لا هطلب لك دليفري واسكتي بقى. يا خبر، انا شامة ريحة شياط، اما اروح اشوف ماما بسرعة احسن تكون في حاجة بتتحرق. ماما انا شامة ريحة شياط، هو الاكل اتحرق ولا ايه؟ لا ما اتحرقش، ما انا واقفه في المطبخ من ساعتها اهو. ريحه الشياط دي هتلاقيها جايه من عند كوثر، اكيد واقفه قدام المرايه بتسرح وسايبه الاكل على النار. دي المرايه لو بتنطق هتقول لها حرام عليكي ارحميني. صح يا ماما، عندك حق، طنط كوثر دي مجنونة بالمراية. اما اروح افتح الباب اشوف مين. تعالي يا هاجر ادخلي. تعالي يا هاجر يا حبيبتي، ريحه الشياط دي كانت جايه من عندكم؟ شياط؟ اصل ما تتكسفيش يا حبيبتي، انا عارفه اللي فيها. ماما حرقت الاكل زي كل يوم. على العموم انت هتتغدي معانا النهارده. بصراحة يا طنط هي فعلا حرقت الاكل، بس هي قالت لي انها تطلب لي دليفري، هتجيب لي اكل من بره. طبعا خايفه من الفضايح. على العموم انت هتتغدي معانا. انت عارفه يا هاجر انا بحبك زي حنين بالظبط. والله يا بنتي تعبت، مش عارفة اعمل مع ماما ايه. المهم كنت عايزة اقولك على حاجة، ايه رأيك نخرج انا وانتي وشروق النهاردة عشان نحتفل بدرجاتك الحلوة يا دكتورة؟ موافقة. خلاص بعد الغدا نخرج مع بعض. مش هناخد نادين معانا ولا ايه؟ لا عادي هناخدها معانا، بس مشكلة نادين اختك ان هي فظيعة، لسانها ده ما بيبطلش تريقة وممكن تزعل اي حد. المهم بعد الغدا نعدي على شروق ونخرج مع بعض. بابا انا عايزة فلوس عشان احنا هنخرج النهاردة نحتفل بحنين عشان نجحت وجابت درجات حلوة، عايزة فلوس بقى عشان اشتري لها هدية. خدي يا حبيبتي الفلوس اللي انت عايزاها اهي، هاتي لها الهديه وهاتي لها هديه حلوه. شكرا يا بابا، بعد الغدا هنخرج مع بعض. 1000 جنيه دول كتير قوي، كفايه 500. اما اخد 500 بقى واسيب لها 500. يلا يا شروق عشان ننزل، حنين مستنيانا تحت. طيب ثانية واحدة اجيب الفلوس بتاعتي اللي هشتري لها بيها الهدية. انا معايا 1000 جنيه هشتري لها هدية، وانتي معاكي كام؟ بابا اداني 1000 جنيه. بس ايه ده، حاساهم قليلين كده ليه؟ عديهم كويس، دول 1000 جنيه مش محتاجين يعني. طيب عديهم تاني. ايه ده، دول 500 بس. مش ممكن، انا متأكدة ان حطيتهم في الأوضة بنفسي. انا هروح ادور عليهم احسن يكونوا وقعوا. تعالي يا هاجر. دول مش موجودين، هيكونوا راحوا فين؟ طيب يا بنتي ندور كويس جايز نلاقيهم. انا دورت كويس ومتأكدة ان بابا اداهم لي. هاجر، شروق، واقفين كل ده ليه؟ بتعملوا ايه؟ سايبيني واقفة كل ده وقاعدين انتوا هنا؟ اصل في مشكلة، في فلوس ضاعت من شروق. فلوس ضاعت؟ طيب دورتي عليها كويس؟ ايوه دورت كويس ومش لاقياها. طيب عايزة اقولك حاجة، بس ما تزعليش مني يا شروق. سألتي طنط، ما انتي عارفة هي بتاخد اي حاجة. ايوه صحيح يا شروق، ما تزعليش مننا، بس طنط هي اكيد اللي اخدتهم، وما تسأليهاش عليهم عشان هتقولك ما شفتهمش. انتي روحي دوري في المكان اللي ممكن تكون شايلاهم فيه. ايوه صحيح، استنوني اروح اشوفهم وارجع لكم. طنط سماح دي مشكلة، لازم نشوف لها حل. يا ماما ده انا بنتك، ازاي تسرقيني كده بس؟ الله يسامحك يا ماما. لقيتيهم؟ ايوه للاسف لقيتهم. متأكدة ان هي دي فلوسك؟ ايوه طبعا متأكدة.
اصل كان في 100 جنيه منهم مكتوب عليها، هي دي. انا زهقت قوي، ماما مخليه شكلي وحش، مش عارفه اعمل ايه. بصراحه طنط سماح لازم تروح لدكتور عشان يعالجها. مستحيل هتوافق طبعا، لازم يكون في حل. انا هتكلم مع ماما عشان تقنعها. ما انتي عارفه ان هما التلاتة مش بيطيقوا بعض، مامتك وماما وطنط كوثر. على فكره بقى يا بنات، احنا المفروض نتفق ونخليهم يحبوا بعض. على فكره والله ماما طيبه خالص، يعني ما عندهاش مشكله ان هما يتصالحوا مع بعض. ماما بقى مش فاضيه تبقى طيبه ولا شريره طول النهار قدام المرايه، هتتجنن، خايفه بابا يشوف ستات بره الشارع احلى منها ويتجوز عليها. وماما برضو مش فاضيه كل ما تدخل اي مكان تفكر هتسرق منه ايه. خلاص احنا نعمل خطه كويسه، الهدايا هتخليهم يغيروا رايهم في بعض. ازاي يعني؟ انا هقعد مع ماما النهارده واقول لها طنط كوثر يا ماما بتحبك جدا، ده قالت فيكي اشعار وبتقول ان هي كانت عايزه تبقى اختك، بس لقيتك انت بتعامليها وحش، عشان كده اخدت جنب وما بقتش تتكلم معاكي كويس. وانت كمان يا هاجر نفس الكلام، هتقولي لمامتك ان طنط ميرفت بتحبك جدا وقالت عليكي كلام كويس، بس لما لقيتك بتعامليها وحش زعلت منك. اكيد كل واحده فيهم هتحس ان هي غلطانه. والله فكره يا حنين، فكره كويسه قوي تخليهم يحبوا بعض. وانت كمان يا شروق هتقولي لمامتك نفس الكلام، بس هتقولي لها هما زعلانين عشان انت بتسرقيهم، لكن هما كانوا بيحبوكي وبقوا يخافوا منك ان انت تدخلي بيتهم عشان بتسرقيهم. وكمان هنشتري لها هدايا ونقول لها ان هي منهم، وبكده نخليهم التلاتة يحبوا بعض ويقربوا من بعض اكتر وكأنهم اخوات، وكل واحدة فيهم عندها مشكلة التانية تساعدها في حلها. يلا بقى نبتدي ننفذ الخطة من دلوقتي. عايزة اقولك حاجة مهمة يا ماما هتفرحك قوي. قولي يا حبيبه ماما. طنط كوثر يا ماما بتقول كان نفسي ميرفت تبقى اخت ليا هنا، ده انا كنت بحبها قوي، بس اسلوبها معايا اللي كان وحش. انا اسلوبي معاها كان وحش؟ بالعكس، ده انا كنت بتكلم معاها كويس خالص. هتلاقي حد وقع بينا. لا لا يا ماما، مفيش حد وقع بينكم، بس ممكن يكون سوء تفاهم، كل واحد بيفهم التاني غلط. يعني حضرتك ممكن تكوني بتهزري معاها فهمت هزارك غلط، هي بتهزر معاكي فهمتيها غلط، لكن يا ماما اللي انا عرفته بجد ان هي بتحبك جدا. وحتى كنت سامعاها بتتكلم مع هاجر وبتقول لها ان هي عايزه تشتري لك هديه بس محرجه. كمان عايزه تشتري لي هديه؟ مش معقول. لازم بقى انت يا ماما تسبقي بالخير وتشتري لها انت هديه عشان تحبوا بعض وتبقوا زي الاخوات. معقول؟ انا مش مصدقه. طيب خلاص هشتري لها هديه. وكمان يا ماما طنط سماح، اكيد في سوء تفاهم خلاكم تتضايقوا من بعض كده. سماح؟ لا، دي لما بتدخل اي مكان بتسرق. يا ماما ما هي دي مشكله عايزه حل، هي مريضه، يعني المفروض تقفوا جنبها وتساعدوها. هنساعدها ازاي يعني؟ ده انا لو قلت لها تعالي بقى معايا عند دكتور عشان اعالجك هتتخانق معايا وتعمل لنا فضايح. ما هو طبعا يا ماما عشان في مشاكل ما بينكم، احنا الاول نحل المشاكل وبعد كده الدنيا هتبقى تمام. ما هو مش معقول تفضلوا في حرب كده على طول. والله عندك حق يا حنين. عايزه اقول لك حاجه يا ماما، طنط ميرفت سمعتها بتتكلم مع حنين وبتقول ان هي بتحبك جدا وكان نفسها تبقوا اخوات، وسمعتها بتقول عايزه تشتري لك هديه عشان يبقى بدايه تصالح وتبقوا زي الاخوات بالظبط. معقول اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتتكلمي بجد يا هاجر؟ ميرفت بتقول كده؟ مش معقول، مش ممكن اصدق. لا يا ماما صدقي، دي بتقول ده كوثر زي اختي، بس مش عارفه هي ليه بتعاملني وحش كده. انت يا ماما بقى لازم تبداي بالمعامله الكويسه وتجيبي لها هديه. بجد؟ يعني انا كنت ظلماها؟ ايوه يا ماما ظلماها، ما انت عارفه طنط ميرفت في حالها. طيب خلاص يا هاجر، انا هشتري لها هديه عشان يبقى بدايه تصالح وحياه جديده حلوه. برافو عليكي يا ماما. وعلى فكره يا ماما بقى طنط سماح كمان طيبه، دي بتحبنا. طنطك سماح؟ كله لطنط سماح، دي كانت بتقلبني وعايزه تاخد مني قلم الروج. يا ماما طنط سماح عندها مشكله ومحتاجه حل، لازم تروح لدكتور عشان يعالجها. وانا بقى يعني اللي هوديها للدكتور؟ ده انا لو قلت لها كده مش عارفه ممكن تعمل فيا ايه. يا ماما لو علاقتكم بقت كويسه مع بعض زي الاخوات هتسمع كلامكم وتروح تتعالج عند الدكتور، هتعرف وقتها ان انتوا اخواتها وخايفين على مصلحتها. والله صح كلامك يا بنتي يا هاجر، وهتنتهي بقى المشاكل اللي احنا عايشين فيها دي. كل واحده مش طايقه التانيه، مع اني ما كنتش اعرف ان ميرفت طيبه كده وبتحبني وانا اللي كنت ظلمها كل الفتره دي. ماما عايزه اقولك حاجه كويسه قوي، انا سمعت طنط كوثر وطنط ميرفت بيتكلموا وبيقولوا ان انت من جواكي قلبك طيب، بس انت عندك مشكله، وان انت قلبك طيب ومش بتبقي عايزه تسرقي خالص يا ماما، بس غصب عنك. على فكره عايزين يجيبولك هدايا
انت بتتكلمي بجد؟ انت فعلا سمعتيهم بيقولوا كده؟ ايوه يا ماما، شفت انا فرحانه ازاي؟ انت قد ايه كنت ظلماهم. هما اللي كانوا بيتريقوا عليا. لا يا ماما، دول قلبهم طيب، دول بيحبونا قوي. ايه رايك يا ماما بقى نشتري لهم هدايا ونتجمع كلنا مع بعض، وتبقى فرصه بمناسبه نجاح حنين. والله فكره، بس بقولك ايه، انا ما معيش فلوس اجيب هدايا. انا هسرق الفلوس من بابا، قصدي هاخد الفلوس من بابا. يا ريت يا ماما، والله ده هتبقى احلى حاجه. الخطه نجحت يا بنات، واضح كده ان هما هيتفقوا مع بعض. يا رب بقى يعرفوا يحلوا مشكله ماما عشان تبطل السرقه. ان شاء الله هما اللي هيساعدوها ويقفوا جنبها وهتبطل. كلهم بقى هيتجمعوا عندك يا حنين بمناسبه نجاحك النهارده. يا رب ما يحصلش مشكله بينهم واليوم يعدي على خير والخطه تكمل بسلام. اتفضلي يا ميرفت، انا جبتلك هديه حلوه قوي. وعايزه اقولك حاجه، انت كنت فاهماني غلط. شكرا يا كوثر، انا كمان جايبالك هديه حلوه قوي هتعجبك. جايبالك علبه ميك اب جميله جدا. بس عايزه اقولك حاجه، انت من غير ميك اب حلوه قوي وجميله، يعني مش محتاجه اللي بتعمليه ده كله. صح يا طنط كوثر، ماما كانت بتقولي كده. انا متشكره ليكي قوي يا ميرفت، انا مبسوطه قوي بالهديه. على فكره بقى، انا كمان جايبه هديه لسماح. انا كنت فاهمها غلط وما اعرفش ان هي طيبه كده وبتحبنا. انا كمان جايبه لها هديه، تعالوا نطلع نديها الهدايا. انا متشكره يا كوثر انت وميرفت، مش عارفه اقول لكم ايه. على فكره انا كمان جايبه لكم هدايا، انا كنت فاهماكم غلط وما اعرفش ان انتوا بتحبوني. احنا اللي ما فهمناش بعض كويس. صحيح، ده احنا عايشين في بيت واحد، ليه نرخم على بعض كده ونضايق بعض؟ احنا لازم نكون احلى عيله. طبعا هنكون احلى عيله، بس انتوا بس تسيبوني ادخل براحتي عندكم، لان انتوا بتشكوا فيا على طول. بقولك ايه بقى يا سماح، احنا دلوقتي كل واحده فينا كانت فاهمه التانيه غلط. احنا لازم نبتدي من دلوقتي ونبقى اخوات، وهنكون جنبك ونساعدك. مش معنى ان انت عندك مشكله يبقى انت وحشه، لا، انت لازم تبطلي السرقه دي. هنروح معاكي بقى الدكتور عشان يعالجك وتبطلي. ايه ده، قصدكم يعني ان انا حراميه؟ لا يا حبيبتي، مش بنقول كده، بس كل واحد عنده مشكله محتاج علاج، ده مرض ولازم تخف منه. انا هتفقلك مع دكتور ونروح مع بعض، وبالمره بقى انا وكوثر احنا كمان نتعالج عنده. اكيد احنا عندنا مشاكل نفسيه كتير، يعني عندك كوثر بتحب المرايه مش قادره تفارقها ولا قادره تسيب، وكل شويه تحرق الاكل. دي مشكله ولا مش مشكله؟ ايه ده بقى، قصدكم ان انا مريضه بالمرايه؟ هتجنن يعني ولا ايه؟ ايوه هتتجنني. خلاص موافقه اروح معاكم، هنروح احنا التلاته، بس ده يفضل سر ومحدش يعرفه خالص لحد ان شاء الله بقى ما اخف من المصيبه دي. انا ما ببقاش عايزه اسرق، بس مش عارفه ايدي كده بتروح على الحاجه لوحدها. الحمد لله، قدرنا نصفي المشاكل اللي بينهم. يا ولاد الايه، خليتهم كده يبقوا حبايب واخوات ويحبوا بعض. امال انا هتفرج على ايه بقى؟ ده انا كنت بتسلى بالخناقات بتاعتهم انا وتيتا. لا، ما احنا لازم نوديكي معاهم للدكتور عشان انت محتاجه علاج نفسي.